ازيكم يا اصدقائي؟ قبل ما ابتدي معاكم الحكايه الجديده، يا ريت اللي اول مره بيسمعني يشترك ويفعل الجرس على الكل علشان يوصله كل جديد من حكاياتي. وهنتظر منكم اللايك والكومنت الجميل اللي شبه قلوبكم، ويا رب الحكايه تعجبكم. يلا بينا نبتدي الحكايه. انا نوره، عندي 25 سنه. للاسف كنت متجوزه وساكنه في بيت عيله، ومعايا ولد وبنت زي العسل. وهتعرفوا دلوقتي ليه قلت للأسف كنت متجوزة. يمكن لو كنت عارفة ان نهاية اللي انا عملته مع سلفتي هيكون بالشكل ده كنت تراجعت واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وما كملتش في الطريق اللي انا مشيت فيه. لكن خلاص، وقت الندم فات. رغم اني في اللحظة دي مرهقة جدا وعلى فراش المرض في المستشفى، لكن صممت احكي لكم حكايتي علشان لو في اي واحدة عندها نفس الشعور اللي كان عندي وقت ما عملت كده في سلفتي وسمعت الحكاية دي تلحق نفسها وتبعد عن طريق الشيطان، عشان ما تقعش في اللي انا وقعت فيه، ولا تحس بالوجع والندم اللي انا حسيتهم وخليت غيري يعيشهم. حقيقي من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. زي ما قلت لكم، انا كنت متجوزة وعايشة في بيت عيلة، وبيت العيلة ده كان عبارة عن 3 أدوار. الدور الأرضي كان ساكن فيه حماية وحماتي واخت جوزي اللي لسه بتدرس في سنة تانية جامعة، وانا وجوزي محمد كنا قاعدين في الدور الاول، واحمد اخو جوزي ومراته منى كانوا قاعدين في الدور التاني. محمد كان اصغر من اخوه احمد، وعلى الرغم من كده محمد اتجوز الاول، وطبعا بمساعدة اخوه احمد اللي كان مشغول بالسفر وجمع الفلوس عشان يحسن من معيشتهم ويكمل بيت أبوه اللي كان عبارة عن نص دور وقتها. فضيع 6 سنين من عمره في الغربة قبل ما يرجع ويتجوز ويكون أسرة، ورجع تاني سافر عشان يقدر يعمل مشروع يعيش منه ويستقر. كان ليا شقتي الخاصة، لكن برضو كنا بيت عيلة، يعني أهل جوزي طالعين نازلين علينا. كنا بنتلم في قعدات عائلية كتيرة قوي، وكانت حماتي بتتدخل في كل كبيرة وصغيرة. وجوزي طبعا كان زي أي راجل بيحب أمه وبيقدرها وما يحبش يزعلها، كان بيسمع كلامها حتى لو ما كانش على هواية ومش عاجبني، وينفذ اللي هي عايزاه. أما سلفتي منى كانت أكبر مني ب10 سنين، هي وأحمد متجوزين بقالهم 3 سنين ومعاهم ولد. وياما اتحايلت على محمد إنه يسافر مع أخوه ويعمل لنا قرشين كويسين ينفعونا في الزمن ده، لكن هو دايما كان بيرفض ويقول لي يعني ما ينفعش أنا وأحمد نسافر ونسيب البيت والحاج والحاجة وانتوا والعيال لوحدكم، لازم يبقى حد فينا موجود، يا أنا يا أحمد. وبعدين احمدي ربنا على اللي عندنا، ولا مكفيكي ومش مخلي البيت محتاج حاجة، ولا انت يعني شايفاني مقصر معاكي؟ كنت أسكت لأنه فعلا ما كانش مقصر في أي حاجة. منى كانت من أول يوم وهي واخدة بالها من نفسها قوي. كل ما أطلع عندها في شقتها ألاقيها متزوقة وحاطة ميك اب كامل، وشي برفانات وترنجات ضيقة وقصير وشفاف، ولا كأنها واحدة من الممثلات، برغم إنها كانت قاعدة لوحدها طول الوقت وجوزها بعيد عنها. كنت أقول جوه نفسي هي فاكرة نفسها بنت ال20 مع إنها دخلت خلاص على 35، وانا اللي كان عندي 25 ما بعملش اللي هي بتعمله في نفسها ده. منى كانت متعلمة ومعاها شهادة جامعية، وكانت اوقات بتقعد تحكي معايا عن ايام الجامعة وعن صحابها وكانت بتعمل ايه. وطبعا عشان انا ما كملتش ثانوي حتى، مع اني كنت شاطرة جدا وذاكرتي قوية جدا جدا، لو قريت اي حاجة لمرة واحدة بحفظها وتثبت في عقلي. لكن وقتها كنت شايفة نفسي قوي وفاكرة ان الجمال اهم بكتير من التعليم، وان اقدر اتجوز اي حد اشاور عليه. وكانت عيون الشباب كلها بتتابعني في كل حتة امشي فيها، وجملة ان البنت اخرتها لبيتها والجوزها اللي كنت دايما بسمعها من امي وهي بترد على بابا لما كان يقول لها تتابعني وتخليني اقعد اذاكر، لكن ماما كانت تخليني اقف اتعلم الطبخ معاها لما كانت تلاقيني مش عايزة اذاكر.
فما كانش فارق معايا أوي التعليم، وأهملت الدراسة، وكانت النتيجة إن سقطت سنة ورا التانية لحد ما بابا زهق مني وقعدت في البيت. ووقتها كان عندي 19 سنة، وفي نفس السنة دي محمد اتقدم لي، واللي عرفته من بابا بعدين إنه معاه بكالوريوس تجارة لكن ما اشتغلش بيه، فضل إنه يشتغل حر. دفع مقدم عربية بمساعدة أخوه أحمد، عملها تاكسي، وبقى يقسط باقي المبلغ لحد ما قرب خلاص إنه ينتهي منه. بابا شاف إنه عريس كويس ووافق عليه، واتفقوا إن في خلال السنة بالظبط هنكون في بيتنا. وفعلا حصل، واتجوزت محمد وأنا عندي 20 سنة. كانت حكاياتها عن نفسها بتضايقني جدا، لكن ما كنتش بقول لها وقتها. طبعا ما كنتش شايفة إني غيرانة منها، أصل يعني كنت هغير منها على إيه وأنا شكلا أحلى منها بكتير جدا. أنا بيضة وجسمي رشيق والكل بيحلف بجمالي، وهي سمرة وجسمها مليان. كنت أسأل نفسي كتير هو واخدها على إيه؟ كان الجمال عندي زي أغلب الناس ما بتفكر وبتقيسه بالشكل والمظهر، ونسيت إن الجمال جوهر مش مظهر. المهم كان كل يوم والتاني كنت ألاقيها خارجة وواخدة ابنها في إيديها، ولما بتيجي تخرج بتبقى على سنجة 10. كنت أقعد أقول لنفسي هي بتعمل كده ليه، وأنا اللي جوزي معايا مش بعمل الكلام الفارغ اللي هي بتعمله في نفسها ده. كنت معتمدة على جمالي وعلى جمال جسمي، وبحس إني مش محتاجة أعمل حاجة، محترمة كده في نفسي وراسية، لا بروح ولا باجي. حتى بيت أهلي كنت كل فين وفين على ما جوزي يسمح لي، وطبعا حماتي هي اللي بتقوله إني أروح وأزورهم. ما بدأتش أحس بالفرق الكبير بين المتعلمة واللي ما كملتش تعليمها غير لما شفت منى واللي بتعمله حماتي معاها بعد ما جت معانا في البيت. بصراحة كنت متغاظة منها قوي، خصوصا إن حماتي كانت ميالة لها وبتحب تقعد تتكلم معاها وتقول عليها عقلها كبير وبتفهم، لدرجة إنها كانت بتاخد رأيها في كل حاجة. قدرت تاكل عقلها من أول يوم دخلت فيه البيت. الشيطان وقتها وسوس لي، قلت هي مش أحسن مني علشان تخرج كل يوم وعايشة على مزاجها، وأنا حماتي بتأمرني أخرج إمتى وأرجع إمتى وأعمل إيه ومعملش إيه. حلفت لازم أقلب حياتها وأعرفها إزاي تبقى زيي وأقعدها في بيتها. بدأت ألمح بالكلام مع محمد وأقول له شوف مرات أخوك عاملة إيه في نفسها، وبتتشيك كل يوم وتخرج مع إن أخوك قاعد بعيد عنها. كان في تفكيري إنه يتكلم مع أخوه ولا حماتي وياخدوا أي رد فعل معاها، لكنه كان يرد عليا ويقول لي ملناش دعوة بحد، خليكي في حالك، مش عيب إنها تعتني بنفسها ومش سايبة شكلها مبهدل وريحتها مطبخ وحلل. كان يبصلي وقت ما بيقول الكلام ده وأنا شايفة عليه بتقول انتي اللي بتعملي الكلام ده، وأنا كنت أرد عليه وأقول له يعني هجيب وقت أعمل كل ده إمتى؟ هو أنا عارفة أخد نفسي حتى من طلباتك أنت وأولادك؟ كل شوية تحضير أكل وتنظيف بيت وجري ورا الواد وأشخط في البيت وأنت مش حاسس بتعبي خالص. لما لقيت مفيش فايدة من الكلام معاه قررت أنزل بنفسي وأتكلم مع حماتي، وفعلا نزلت عند حماتي وعملت حركة جدعانة مني شغل سهوكة. قمت غسلت المواعين بدل أخت جوزي ما تقوم تغسلها، وقلت لها بحجة إيه إني أسيبها تذاكر علشان الامتحانات قربت. وبعد ما غسلت المواعين قعدت جنب حماتي في الصالة بعد ما كنت عملت كوبايتين شاي عجب، واديت لحماتي كوبايتها ومسكت كوبايتي وبدأت الوسوسة. قلت لحماتي هي مرات أحمد مشينا ليه؟ ده أنا سمعت باب شقتها بيقفل، فكرتها نزلت تقعد معاكم شوية. ردت عليا حماتي وقالت لي لا والله يا بنتي، دي يا دوب سلمت عليا وقالت إنها رايحة مشوار مهم ومشيت. قلت لها مشوار ومهم كمان؟ هتكون راحت فين يعني بريحة البرفان اللي ماسك في السلم كله؟ دي زي ما تكون دلقت على نفسها الإزازة كلها. حماتي ردت عليا بنظرة كلها تساؤل وريبة، قالت لي تقصدي إيه من الكلام ده يا نورة؟ قلت لها على طول ولا أقصد أي حاجة يا ماما، أنا بس مستغربة، واحدة جوزها مسافر في الغربة وشقيان وتعبان طالع عين عشان يوفر قرشين للزمن، وهي كل يوم والتاني خارجة وعلى سنجة 10 ومضيعة فلوسه على البرفانات والمكياجات واللبس. اللي يشوفها خارجة كل ساعة والتانية في الزمن اللي احنا فيه ده ممكن يقول ايه؟ ردت علي حماتي وقالت لي كلامك له معنى كبير يا بنتي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت بتلمحي لإيه بالظبط يا نورة؟ قصدك تكون بتعرف حد على ابني وبتروح له؟ ده أنا كنت أقطع خبرها. بصيت لحماتي بنظرة جانبية ومسكت كوباية الشاي من غير ما أتكلم وبدأت أشرب منها.
ومن جوايا فرحانة جدا اني دخلت الشك في قلب حماتي، وانتظرت الخطوة الجاية. وبعد ساعتين بالظبط حصلت حاجة لسلفتي خلتني طايرة من الفرحة. كنت في شقتي وسمعت صوت حماتي وهي بتزعق مع سلفتي. شكلها كانت لسه راجعة من المشوار، واللي فهمته وقتها انها عايزة تمنعها من الخروج تاني، وانها تبطل لبس المسخرة بتاعها ده. فرحت قوي وقتها وانا بسمع كلام حماتي، لكن منى ردت عليها ان جوزها عارف كل حاجة ومش معترض على لبسها ابدا، وان طالما جوزها موافق محدش له حق انه يتحكم فيها. حماتي وقتها زعقت فيها وقالت لها وكمان بتبجحي فيا وبتعلي صوتك، وضربتها بالقلم على وشها. حماية ساعتها اتدخل وقال لها انت بتضربي البنت ليه؟ نزلت بسرعة وحاولت اهدي حماتي وابعدهم عن بعض، وطبعا ده كله كان تمثيل. اما منى اخدت ابنها في ايدها وطلعت على شقتها وهي منهارة من العياط. وشوية ولقيت موبايل حماتي بيرن، كان احمد هو اللي بيتصل. اول ما ردت عليه قالت له تعالى يا احمد، شوف مراتك دي اللي كل يوم والتاني خروج ومكياج وحتى ما بتاخدش الاذن مني، لا وكمان بتبجح فيا ولا راضية تسمع كلامي، والناس ما بترحمش حد يا ابني، واكيد هيتكلموا عليها، واحنا ناس طول عمرنا سمعتنا وسط الجيران زي الفل. ما كنتش سامعة رد احمد عليها، لكن فهمت من تغيير ملامحها انه قال لها كلام ما عجبهاش، واللي اكد لي تخميناتي اني لقيتها بتقول له بقى كده يا احمد، دي اخرة تربيتي وتعبي فيك، وقفلت الاتصال قبل ما تسمع رده. بعدها حاول يتصل اكتر من مرة، وكل مرة حماتي تكنسل عليه. سألتها هو احمد قالك ايه يا ماما؟ قالت لي بيقول لي ان منى بتعرفه كل خطوة بتروحها وبتاخد الاذن منه، وانه واثق في مراته وقاطع لسان اي حد يقول كلمة وحشة عليها. طبعا الكلام ده ضيع عليا الفرصة اني اضايقها وافرح فيها واقلب حياتها نكد واخلي حماتي تتحكم فيها زيي. بس انا مسكتش وفضلت ادور في دماغي اعمل ايه علشان اجيب مناخيرها الارض. جت في دماغي فكرة خبيثة. تاني يوم طلعت المنى، قال يعني باخد بخاطرها، وطبطبت عليها وقلت لها معلش ما تزعليش من ماما، هي خايفة عليكي من كلام الناس مش اكتر. وسكت شوية وقلت لها بقولك ايه، انا شفت منشور على الفيس حد كان بيقول اننا نقدر نعمل تأمين لصفحتنا لو اتقفلت او اتسرقت، اننا نقدر نرجعها عن طريق اي صديق من اصدقائنا، وانا مش عارفة اعمل الحكاية دي ازاي، ممكن تعلميني؟ فقالت لي ياه ده سهل جدا، هاتي موبايلك وانا اعرفك. قلت لها انا نسيت موبايلي في الشقة قبل ما اطلع، واقترحت عليها تعلمني على صفحتها علشان نختصر الوقت، ولما انزل شقتي هجرب اعملها بنفسي، ولو معرفتش هبقى اطلع لها. منى وافقت من غير تردد، اصلها كانت طيبة قوي وصدقت كلامي. المهم ركزت كويس وهي بتفتح الفيس بتاعها، وكان من حظي الكويس انها ما كانتش سايباه مفتوح زي اغلب الناس ما بتعمل. ربنا كان مسهل لي الحكاية على الاخر. حفظت الباسورد والايميل، ولاني ذاكرتي قوية زي ما قلت لكم طبعا ما كنتش هنساه. ولما نزلت شقتي فتحت الاكونت بتاعها وقعدت ادور فيه، للاسف ما لقيتش رسائل بينها وبين اي حد غريب. كان نفسي امسك اي رسالة بينها وبين اي راجل بتتكلم معاه ولو حتى بتقوله ازيك. كنت متخيلة كده في دماغي، وكنت متغاظة قوي اني ما لقيتش الكلام ده. يعني ايه، مش هعرف امسك عليها اي غلطة؟ برضو ما استسلمتش ورجعت ادور في الرسائل كويس لحد ما لقيتها بتتكلم على حماتي مع صاحبتها، وبتشتكي منها انها اتغيرت من ناحيتها وبدأت تتعامل معاها بشكل غريب غير اللي كانت متعودة عليه، لدرجة انها مدت ايدها عليها. مش فاهمة هي عملت كده ليه اصلا، وانها كانت عايزة تمشي وتسيب البيت لولا ان احمد هداها ووعدها يكلم امه ويخليها تسيبها في حالها، وقال لها لو مشيتي وسبت البيت هزعل منك جدا. وعلشان هي بتحبه ما حاولتش تزعله وفضلت قاعدة في البيت. في اللحظة دي لمعت في دماغي فكرة شيطانية وحسيت بالانتصار. نزلت لحماتي وحلفتها على المصحف ما تجيب سيرتي لأي حد ولا تعرفهم ان طرف في اللي انا هقوله دلوقتي. وفعلا حماتي حلفت. قلت لها اني سمعت منى وهي بتتكلم مع صاحبتها في التليفون وبتقول لها كل الكلام اللي انا قريته في الرسايل، وزودت عليه من عندي انها كانت بتشتم فيها وتقول لها امتى الست دي بقى تموت علشان نرتاح منها. طبعا ما كانش ينفع اقول لها اني شفت الرسايل دي من حساب منى،
خفت بعد كده ممكن يسألوني لو حماتي ضعفت وقالت لهم عليا، وازاي عرفت ان انا ادخل صفحتها واعرف الكلام ده. علشان كده قلت لها اني سمعتها بتكلمها من الموبايل. طبعا الكلام ده جنن حماتي وخلاها مش شايفة قدامها، وعلى طول طلعت جري، جابت منى من شعرها وضربتها، وكانت عايزة تطردها وهي بلبس البيت، وشدتها على باب الشقة. وعلى أول السلالم سلفتي كانت بتحاول تدافع عن نفسها وتبعد ايد حماتي عنها علشان تسيبها، فزقت حماتي غصب عنها. حماتي وقتها اختل توازنها ووقعت على السلم ورجلها انكسرت. واهل سلفتي جم وطبعا حاولوا يهدوا الامور، لكن حماتي حلفت وصممت ان ابنها لازم ينزل ويطلق منى يا هتتبرى منه. ولما سألوا على اللي حصل حماتي حكت لهم الكلام، وطبعا كانوا عايزين يعرفوا منها مين اللي وصل الكلام ده، وقالوا لها ان الكلام ده كده بنتنا متربية كويس وعمرها ما تقول الكلام ده، واللي قاله واحد كذاب وعايز يوقع الدنيا في بعضها. كل ده وما يعرفوش ان انا السبب، لان حماتي كانت حالفة وما تقولش ان انا اللي قلت. كنت خايفة وقتها قوي ان حماتي تحت ضغط اسئلتهم تقول عليا. وقتها اكيد محمد ما كانش هيسكت لي، خصوصا انه كان دايما يقول لي كل ما اجيب سيرتها واللي بتعمله ملناش دعوة، خلينا في حالنا، هي متجوزة ولها راجل هو المسؤول عنها. احمد حجز وكان فاضل اسبوع على نزوله، وما كانش قدامي وقت طويل. بقيت كل يوم افتح الاكونت بتاعها واستنى ان اقع لها على اي غلطة، مش لاقية اي حاجة. اشوف اي خيانة منها لجوزها برضو مفيش. كنت عايزة الاقي اي غلطة علشان لو سيرتي جت وقت ما جوزي يعرف احط السكرينات في عينه، لاني مش واثقة في حماتي انها تفضل ساكتة وقت طويل ومخبية ان انا اللي قلت الكلام ده، لاني حسيتها بدأت تتغير في المعاملة معايا عن الاول وتبقى اشد واكتر. الشيطان كان قاعد لي بالمرصاد، خلاني افكر في فكرة ابشع من اللي فاتوا، بما ان كان لسه ايميلها معايا. اخدت صورة صفحتها وعملت اكونت بنفس الاسم والصورة، وبدأت اتكلم مع رجالة وشباب كتير، وفعلا قدرت اتعمق في التعارف خلال يومين بس مع واحد منهم كان اسمه آدم. اتكلمنا مع بعض كتابة وكمان اتصال صوتي من الماسنجر. قعدنا اسبوع على الحكاية دي. كان بيطلب مني افتح الكاميرا علشان يشوفني، وانا كنت برفض واقول له بلاش طمع، خلينا كده احسن. قال لي طيب بلاش الكاميرا، طب ابعتي صورة ليكي بلبس البيت. وافقت على الحكاية دي وقلت له طيب. وطبعا كان لازم اخد صورة لمنى وهي بلبس البيت. طلعت المنى في شقتها وبدأت اتكلم معاها عن اي حاجة، من الاخر اخترعت موضوع وهي مش واخدة بالها مني. في اللحظة اللي قامت تجيب لي فيها العصير صورتها كام لقطة بكذا حركة وهي لابسة بيجامة البيت، كانت البيجامة حمالات. اصلها كانت بتقعد عادي كده قدامي مش بتتكسف مني. خلصت قعدتي معاها ونزلت، فتحت الاكونت وبعت له صورة من اللي انا صورتهم. طبعا فرح جدا وقال لي بعتيلي واحدة كمان. رحت بعتله واحدة تانية، قال لي انه عاوز يقابلني، وبصراحة انه بدأ يحبني. انا في الاول اترددت وما بقيتش عارفة اقول له ايه. قلت له هفكر. بعد يوم لقيته بيطلب مني تاني انه يقابلني وبيلح عليا جدا. قعدت افكر اعمل ايه طيب. على طول الفكرة جاتلي في دماغي، طبعا ما الشيطان معايا على طول ملازمني. الشيطان ده مجرم فعلا. وافقت اني اقابله واتفقت معاه على يوم وميعاد معين. طلب رقمي علشان وقت المقابلة يعرف اني وصلت في المكان والوقت المحدد. طبعا اديته رقم منى، لكن قلت له بلاش يكلمني خالص علشان هو عارف اني واحدة متجوزة ومش عايزة مشاكل مع اهل جوزي. يمكن حد من اهل جوزي يكون قاعد وقتها معايا، او حتى جوزي نفسه يكون موجود. وهو صدق كلامي ووعدني انه مش هيتصل ابدا وهيستنى مكالمتي. وبما ان دلوقتي عرف شكلها بقت الحكاية سهلة جدا. قبل اليوم اللي اتفقت عليه ان احنا نتقابل فيه طلعت كلمت منى وقلت لها اني رايحة لدكتور النسا بكرة، وان ماما تعبانة شوية مش هتقدر تيجي معايا، وطلبت منها تيجي معايا وهي وافقت. نزلنا مع بعض تاني يوم، ورحت قبل ميعاد العيادة ما تفتح بساعتين 2، مع اني كنت عارفة مواعيد العيادة كويس جدا، لكن ده كان المراد علشان اكمل خطتي.
لما لقينا العيادة مقفولة مثلت قدام منى اني مستغربة انها مقفولة مع اني واخدة ميعاد. منى قالت لي اتصلي على رقم الدكتور وشوفي هو قافل ليه مع انك واخدة ميعاد. فتحت شنطتي وعملت نفسي بدور على الموبايل وقلت لها ايه ده، انا مش لاقيه الموبايل، شكلي نسيته في البيت. قالت لي طيب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ قلت لها ما تقلقيش، انا حافظه رقم الدكتور، وطلبت منها اخد موبايلها علشان اتصل بالدكتور، وفعلا اديتهولي. فتحت الموبايل بتاعها ودخلت رقم ادم، عملت نفسي بتصل بيه وقلت لها ايه ده، يظهر ان الشبكه هنا ضعيفه، خليكي هنا وانا هنزل اكلم الدكتور على باب العماره، اكيد تحت الشبكه كويسه. قالت لي طيب. وفعلا نزلت كلمت ادم وقلت له انت فين يا ادم، انا واقفه مستنيه قدام باب العياده فوق. قال لي انه قاعد من بدري في الكافيه اللي جنب العماره اللي فيها العياده مستني اتصالي، وقال لي انه دقيقه واحده وهيكون عندي. قفلت معاه ومسحت المكالمه من السجل واتصلت على الدكتور وحجزت ميعاد تاني علشان لو فرض وهي شافت الارقام في السجل تلاقيني فعلا كلمت الدكتور. شويه وشفته جاي ناحيه العماره، عدى من جنبي وهو مش عارفني طبعا، وبعد ما طلع كام درجة على السلم خرجت موبايلي من الشنطة وطلعت اتسحب وراه، ووقفت مستخبية في جنب على السلم بحيث اقدر اصورهم وهم واقفين مع بعض من غير ما ياخدوا بالهم. وفعلا قدرت اصورهم، وقتها كان وصل جنبها خلاص وشفتهم بدأوا يتكلموا. في البداية هي فكرته الدكتور، فابتسمت ابتسامة خفيفة وهي بتقوله ازيك يا دكتور، وحضرتك مفتحتش العيادة بدري ليه النهاردة؟ في اللحظة دي أخدت كام صورة لهم وشفت آدم بدأ يتكلم معاها، ما كنتش سامعة بيقول لها ايه، لحد ما بدأت ملامح منى يبان عليها الاستغراب مرة واحدة، وبدأ صوتها يعلى وهي بتقوله ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مين اصلا؟ انا معرفكش، انا افتكرتك الدكتور. ولسه هو هيرد عليها انا سرعت خطوتي ووصلت عندهم، بصيت لها وسألتها في ايه يا منى، بتزعقي كده ليه، ومين الراجل ده؟ قالت لي مش عارفه يا نوره، انا فكرته الدكتور. بصيت له وقلت له نعم حضرتك عاوز حاجه؟ ادم ارتبك جدا وبقى متلخبط مش عارف يقول ايه ولا يعمل ايه. اتأسف وقال انه كان بيشبه عليها وفكرها واحده قريبته وسابنا ومشي. قلت لها انا كلمت الدكتور وهو مش هيفتح النهارده لان حصل عنده مشكله في البيت وبيعتذر عن الميعاد، وحجزت ميعاد في يوم تاني. رجعت انا وهي وكل واحده فينا راحت شقتها. اول ما دخلت الشقه فتحت الاكونت لقيته سايب رساله، واضح انه كان متعصب جدا وهو بيكتبها، لانه كان كاتب ايه اللي عملتيه ده يا ست منى، انت قلتي انك مستنياني ولما اجي اكلمك تعملي نفسك مش عارفاني، ايه لعب العيال ده، لا وكمان جايبالي صاحبتك معاكي. رديت عليه برساله وقلت اولا دي مش صاحبتي، دي سلفتي، واعمل ايه، انا لقيتها مره واحده واقفه عند السلم بعد ما انت وصلت بلحظات قليله قوي، فكان لازم امثل قدامها اني معرفكش واول مره اشوفك، وانا حقيقي مش فاهمه هي عرفت اني جايه في الميعاد ده ازاي، شكلها كانت بتراقبني ولا ايه. بص رقمي معاك لكن ما تتصلش بيا نهائي، وخلي كلامنا على النت لحد ما اطمن ان مفيش مشكله ممكن تحصل لي. وهو عبيط صدق كلامي. احمد اخد اجازه ونزل وحصلت المواجهه بينه وبين حماتي ومراته، وللاسف وقف في صف مراته وساندها مع انه غلطها علشان اللي حصل لامه، لكن منى حلفت انها ما كانتش تقصد ابدا انها توقعها من على السلم، هي بس كانت بتحاول تبعد ايدها وتدافع عن نفسها علشان هي كانت عايزه تخرجها بلبس البيت. في اللحظه دي حماتي اتكلمت وقالت لها وكان غصب عنك برضه لما عرفتي رجاله على جوزك، ده انت طلعتي داهيه واحنا ما كناش نعرف، صحيح يا ما تحت الساهي دواهي. منى قالت باستنكار رجاله؟ رجاله ايه الكلام ده، ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ حماتي ردت عليها وقالت لها ما تقوليش يا ماما، انا ما شرفنيش تكوني بنتي اصلا، وبصت ناحيتي وقالت لي وريهم السكرينات يا نوره. وفي ثانيه كنت فاتحه موبايلي وموريه لجوزها سكرينات المحادثات بينها وبين ادم، وكمان صورهم مع بعض اللي انا اخدتها يوم المقابله. احمد ساعتها بص لمنى وعينه بتطق شرار وقال لها ايه اللي انا شايفه ده يا هانم، مين الراجل ده وعرفتيه ازاي ومنين، ايه اللي انا بسمعه ده، انطقي. منى كانت منهاره وهتتجنن،
دموعها كانت مغرقة وشها، وفضلت تردد جملة أنا مظلومة يا أحمد، والله أنا مظلومة، ما عملتش أي حاجة من الكلام ده، الكلام ده كله كذب، أنا معرفش الراجل ده خالص ولا عمري شفته. وقتها سألوني وعرفت إزاي أدخل صفحتها وإزاي أخدت الصور دي. كان الرد جاهز. قلت لهم إنها كانت عندي في يوم في شقتي ونسيت الموبايل بتاعها، فقلت هبقى نادي عليها تنزل تاخده، لكن لقيت رقم من غير اسم بيرن عليها، كان لحوح قوي في الاتصال. فتحته أشوف مين عايزها وأعرفه إنها ناسية الموبايل عندي. لقيت صوت راجل وكان بيقول لها أيوة يا حبيبتي، مش بتردي على الماسنجر ليه بقالك يومين؟ أنا قلقت عليكي قوي. قفلت على طول وقلت أكيد هو غلطان في الرقم. ولما لقيت موبايلها من غير باسورد، سامحوني يعني، دخلت أشوف الرسايل عشان أتأكد من اللي سمعته، فلقيت كل اللي انتوا شفتوه في السكرينات ده. أنا أخدت السكرينات وبعتهم على موبايلي ومسحتهم تاني من عندها وسبت كل الرسايل زي ما هي. منى قطعتني باندهاش وقالت كل ده كذب، ما حصلش يا أحمد، صدقني والله ما أعرف الراجل ده ولا عمري شفته قبل كده خالص. قلت لها طيب وصورتك دي كمان كذب؟ الصورة اللي كنت بقولها عليها كانت صورهم وهم واقفين قدام باب العيادة. منى بصت للصورة وقالت لي ايه ده، ايه الصورة دي؟ سكتت شوية وبعدين قالت افتكرت، انا كنت معاكي يومها لما قلتيلي تعالي معايا عند الدكتور، ولما كانت العيادة قافلة نزلت تكلمي الدكتور من موبايلي. الراجل الغريب ده جه وقتها وانتي وصلتي بعده بشوية صغيرة وحكيت لهم كل اللي حصل يومها. رديت عليها باستغراب، انا قلتلك تعالي معايا عند الدكتور؟ لا طبعا ما حصلش، انا بعد اللي شفته على موبايلك قلت اراقبك يمكن اكون ظلماكي، ويومها نزلت وراكي وراقبتك لحد ما وصلتي عند العيادة، قلت يمكن تعبانة ولا حاجة واني ظلمتك فعلا. لكن دقيقة ولقيت الراجل ده جاي عليكي، وقف يتكلم معاكي وكنتوا بتضحكوا، وسمعته هو بيقولك تعالي نروح مكان هادي نعرف نتكلم فيه براحتنا، ولقيتكم قربتوا من السلم، نزلت جري علشان ما تشوفونيش وتاخدوا بالكم مني. انا صورتك يومها علشان اوري جوزك اللي انت بتعمليه في غيابه، وقلت لازم اعرف حماتي بكل حاجة واشيل الغمامة من على عينيها هي واحمد. منى صرخت فيا بهستيرية وقالت انت كدابة، كل اللي قلتيه ده ما حصلش ابدا، انا كنت رايحة معاكي عند الدكتور، انت بتكدبي ليه؟ انا عمري عملت فيكي حاجة وحشة؟ حرام عليكي، هتروحي من ربنا فين؟ وطبعا محدش فيهم صدقها، هيصدقوها ازاي والصور والسكرينات اكبر دليل على خيانتها. احمد قال لها لو مش دي صورتك ولا دي صفحتك، كمان دي مش صورتك اللي انت بعتها له وانت بلبس البيت، انا اللي غلطان لما دافعت عن واحدة زيك رخيصة وكنت هخسر امي واهلي بسببك. اخرجي بره بيتي من النهاردة، لا انت مراتي ولا على ذمتي، روحي وانت طالق. عدى اسبوع بعدها، وخلال الاسبوع ده حماتي اتغيرت معايا في المعاملة وبقيت عندها حاجة كبيرة قوي، ومنى خلاص راحت لحال سبيلها بفضيحة كبيرة. يلا السكة اللي تودي احسن، ما هي كانت حاطة مناخيرها في السما وشايفة انها افضل مني علشان متعلمة واخدة شهادة جامعية وانا لا. هي اي نعم عمرها ما كانت عايرتني بده، لكن كنت بحس بفخرها في كلامها وحكاويها عن الجامعة واللي شافته ايامها. كان كلامها بيقطع جوايا وهي مش حاسة بيا. وكمان كنت بتخنق لما حماتي بتاخد رأيها علشان هي متعلمة ومثقفة، ولما اجي اقول لها رأيي تقول لي اسكتي، هو انت تفهمي حاجة؟ طبعا ده كان تفكيري وقتها اللي انا ندمانة عليه دلوقتي جدا. وفي الوقت ده انا فكرت ان كل حياتي خلاص كده مفيش اجمل منها. واحمد اخو جوزي كان بيحضر للسفر من تاني، وفي يوم لقيت محمد جاي بيكلمني ويقول لي تعالي ننزل عند ماما، انا محضر لكم حتة مفاجأة، انما ايه اقعدي معاها لحد ما اوصل مشوار صغير وهرجع لكم. قلت له ايه ده يا محمد، هو انت اشتريت لها غسالة الاطباق اللي كانت عايزاها؟ محمد رد عليا وقال لي غسالة اطباق ايه، لا لا دي حاجة احسن من الغسالة 100 مرة، تعالي بس انزلي وانت هتشوفي كل حاجة بنفسك. وفعلا نزلت، وقال لمامته انه هيخرج شوية وراجع تاني. وبعد ربع ساعة لقيته داخل البيت
ومعاه المفاجأة اللي قلبت حياتي رأسا على عقب. لقيت محمد داخل عليا ومعاه الراجل اللي اتهموا فيه منى. كنت واقفة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل. محمد بصلي بنظرة سخرية بتطل من عينه وقال لي: ايه، مفاجأة حلوة مش كده؟ انا متأكد انها مفاجأة حلوة بالنسبة لهم، لكن بالنسبة لك ما اعتقدش. بقيت اكلم نفسي ساعتها واقول: ايه ده، ادم جاي ومع محمد؟ طب ازاي حصل؟ امتى وازاي ده؟ وازاي عرف يوصل له؟ وايه اللي خلاه يجيبه هنا اصلا؟ احمد اول ما شاف ادم حاول يهجم عليه علشان يضربه، وكان وقتها بيقول له: وكمان جاي برجلك لحد بيتنا؟ ده انا مش هسيبك. محمد حش اخوه بالعافيه وحاول يهديه وقال له: اهدى واصبر شويه وانت هتفهم كل حاجه دلوقتي. بص لاخته وقال لها: روحي هاتي اللاب بتاعك يا مروه. مروه دخلت اوضتها وبعد دقيقه كانت واقفه وماسكه اللاب بتاعها في ايدها. لقيت محمد بيطلع فلاشه من جيبه وبيحطها في اللاب، وبص لادم وقال له: افتح الماسنجر يا ادم. ادم فتح موبايله واداني محمد، ولما محمد مسكه في ايده رفعه في وشنا كلنا يورينا الشات بينه وبين منى اللي هي انا طبعا. بص لاحمد وقال له: تعالى يا احمد شوف دي كده، هي دي صفحة منى مراتك؟ احمد قال له: ما تقولش مراتي، انا خلاص طلقتها ومش عايز اعرفها. محمد رد عليه قال له: ماشي ماشي يا احمد، هو ده حساب منى اللي كنت تعرفها ولا لا؟ احمد اخد الموبايل ودخل على الصفحة الاصلية للحساب، قعد يقلب فيها شوية لقاها مختلفة تماما من جوه، واستحالة يكون ده حساب منى. بص لاخوه قال له وعلى وشه ملامح الحيرة باينة: الصورة صورتها والاسم اسم صفحتها، لكن ده اكيد مش حسابها. وقتها محمد بص ناحيتي وقال لي: افتح الماسنجر في موبايلك. انا وقفت في مكاني مش عارفة اعمل ايه، المفاجأة اربكتني. ولما محمد شاف ترددي صرخ فيا وقال: بقولك افتح الماسنجر. شد الموبايل من ايدي وعمل تبديل حساب في الماسنجر، وعلى طول ظهر اسم الحساب التاني باسم منى. محمد رفع الشاشة في وشي بنظرة كلها انتصار، كانت نظرته عمري ما شفتها قبل كده. وبعدها وراهم الشاشة كلهم وقال لهم: أعرفكم على منى المزيفة اللي كانت بتتكلم مع آدم طول الوقت. محمد بعد ما وراهم موبايلي وعليه الحساب المزيف كمل كلامه وقال: للأسف كلنا ظلمنا منى، وأنا للحظة شكيت إنها تكون مظلومة. رجع بصلي وكمل: في وسط كل التخطيط الشيطاني اللي انت عملتيه يا نورة نسيتي تفصيلة صغيرة وهي اللي وقعتك في شر أعمالك. عارفة هي ايه؟ انت نسيتي تحذفي الماسنجر من موبايلك وتسطبيه من جديد علشان يختفي حساب منى المزيف. إن ربك لبالمرصاد ونعم بالله. حاجة جوايا كانت بتدفعني إن أدخل على الماسنجر عندك، علشان كده في يوم خليتك نايمة ودخلت على الماسنجر عندك، وللأسف شكوكي كانت في محلها. عمري ما توقعت أبدا إن الغيرة والحقد اللي جواكي ناحية منى يوصلوك للمرحلة المتدنية دي من التفكير. بص لحماتي وأحمد وكمل كلامه وقال: أخدت رقم آدم وكلمته على إني واحد عايز منه شغل لللاب بتاعي بما إنه مهندس إلكترونيات، وفهمته إني عرفت رقمه من واحد صاحبي تعامل معاه قبل كده وشكر فيه، وطلبت منه ميعاد وفعلا اتقابلنا. عرفته بنفسي ووعدته بالأمان مقابل إنه يحكي لي كل حاجة بصدق من غير ما يكذب في ولا حرف. بصلي تاني وقال لي: كلامك يا نورة كان مختلف تماما عن اللي آدم قاله عن المقابلة عند الدكتور، لأنك قلتي إنه ما شافكيش لا هو ولا منى لما نزلت جريتي على السلم، وهو قال إنك كنت هناك واقفة وشايفة واتكلمتي وقطعتي حوارهم، يعني كلامه متفق مع كلام منى. اتصلت عليكي يومها وأنا معاه وخليته يسمع صوتك من غير ما ينطق ولا حرف، وسألته: تعرف الصوت ده بتاع مين؟ قال لي إنه صوت منى اللي بيكلمها دايما. يومها عرفت إنك لعبت بينا كلنا للأسف. أخدت آدم معايا ورحت للعيادة وطلبت من الدكتور أشوف كاميرات المراقبة عنده
وقلت له انها مسألة حياة او موت، والراجل ما تأخرش وريها لي. الكاميرا عنده سبحان الله طلعت بتسجل صوت وصورة كمان. وطبعا اتصدمت جدا لما شفت الصورة وسمعت الكلام وحوارك مع منى. رجع تاني يبص لأحمد وأمه وأبوه وقال: أنا معايا نسخة من المشهد في الكاميرا، هوريها لكم دلوقتي علشان تتأكدوا بنفسكم. بعد ما شافوا المقطع اللي جابه محمد، لف محمد ناحيتي وهو بيبصلي بنظرات كلها استحقار مخيفة، وقال لي: طبعا مش هقول ان ادم مش غلطان لما اتعرف على واحدة متجوزة وحاول يعمل علاقة معاها. يمكن اللي يخفف غلطته اني عرفت ان انت اللي عرضت عليه نفسك وبدأت بالكلام معاه. هو غلطان اكيد، لكن غلطته مش بفظاعة غلطتك يا نورة. انت بقى يا ست هانم خططتي ورسمتي ونفذت الكذبة، ده كله حقد وغل في منى سلفتك الطيبة اللي عمرها ما غلطت فيكي بحرف. كل ده عملتيه عن عمد، واللي عملتيه ده كانت نتيجته ان بيت اخويا اتخرب. انت قذفتي امرأة محصنة دون وجه حق، ظلمتي انسانة محترمة علشان انت انسانة من جواكي بنفس مريضة. ما عملتيش اعتبار انك متجوزة ورحت تتعرفي على واحد غريب وكنت بتقولي معاه كلام عمرك في حياتك ما قلتيهولي. حقيقي عمري ما توقعت انك تكوني بالسفالة والحقارة دي. كلنا اتغشينا فيكي للأسف وظلمنا المسكينة منى. خربتي بيت اخويا بالكذب، مع اني حذرتك كذا مرة قبل كده انك تخليكي في حالك وما تتدخليش في حياة غيرك، لكن انت مشيتي ورا الشيطان وسمعتي كلامه. عشان كده انا مش عايز تبقي على ذمتي ولا لحظة بعد دلوقتي، ولا يشرفني انك تكوني مراتي ولا ام ولادي. محمد طلقني وخلاني اتنازل عن حضانة الولاد، وقال ان الافضل يتربوا معاه بدل ما يعيشوا معايا ويتعلموا شغل الوسوسة والحقد والغل بتوعي. كان عنده حق، ولما رفضت في البداية هددني يتنازل عنهم يا اما هيرفع عليا قضية زنا ومحاولة التشهير والسب والقذف بمنى، وان بس عشان خاطر ولاده ما يتوصلوش بالعار طول حياتهم. اترجى منى واحمد ما بيبلغوش عنه. منى ما كانتش راضيه ترجع لاحمد، منى ما كانتش راضيه ترجع لاحمد وصدق الكذب اللي اتقال عليها مني، وصدق الكذب اللي اتقال عليها مني. لكنه فضل شهرين يحاول يستعطفها ويستسمحها، ويطلب الغفران منها. ساق عليها طوب الارض، ساق عليها طوب بنفسه لمنى هو وابوه وامه، راح بنفسه اعتذروا لها وابوه وامه. في الاخر اعتذروا لها، وفي الاخر رجعوا لبعض. وانا رجعت اعيش في بيت اهلي اللي بقوا هم كمان مش طايقني بعد ما عرفوا اللي انا عملته كله. كانوا بيعاملوني معاملة مش كويسة، كان عندهم حق. بابا قطعني ما بقاش يتكلم معايا، وامي كلامها معايا بقى للحاجة الضرورية فقط وبطريقة شبه وحشة برضه. بابا قال لي شفتي اخر اتباع كلام الشيطان، رجعت لوحدك للبيت زي ما خرجت منه لوحدك. بس يا خسارة، يا ريت زي ما خرجت ده انت رجعتي بعار هيفضل ملازمك طول العمر، وللأسف ملازمنا لأننا أهلك. أنا ما كانش معايا الفلوس اللي أقدر أجيب بيها مكان تاني أقعد فيه، ولا ليا عين أطلب أي حاجة من أي حد. أوضتي قبل الجواز بقت هي ملجأي الوحيد دلوقتي، بقيت ليل ونهار قاعدة فيها، حتى ولادي اتحرمت أشوفهم. اتجهت لربنا وبقيت أصلي طول اليوم وادعي ان ربنا يغفر لي ذنوبي، وحاولت اكلم منى اكتر من مرة واقول لها تسامحني، لكن مفيش فايدة، مش عايزة تسمع صوتي حتى. في النهاية خسرت كل حاجة، بيتي وولادي حتى اهلي بابا وماما، وكل ده بسبب قلة عقلي، واني حبيت اخسر سلفتي حياتها بسبب الغيرة والحقد. فانا اللي خسرت حياتي، مش عارفة انا كان عقلي فين وقتها، عملت كده ازاي مش عارفة. بقيت ببكي ليل ونهار بصلي وبدعي يا رب انا مش عارفة انا عملت كده ازاي، لكنك غفور رحيم. انا كنت معمية ومستحلية نفسي ومغرورة بجمالي، يا رب سامحني بحق جاه نبيك محمد، سامحني وخليهم هم كمان يسامحوني. دخلت في حالة اكتئاب وامتنعت عن الاكل، وفضلت اردد طول الوقت ولادي وحشوني قوي
نفسي أشوفهم، وجسمي ضعف لحد ما أغمى عليا، وفقت وأنا على سرير في المستشفى. فتحت عيوني ولقيت بابا وماما كانوا واقفين بيتكلموا. سمعت ماما كانت بتقوله: أنا خايفة على البنت يا سيد، أرجوك روح لهم خليهم يسامحوها ويخلوها تشوف ولادها، عارفة إنها غلطت غلطة كبيرة لكنها ندمت ورجعت لربنا، أنا متأكدة. بابا قال لها: أروح لهم علشان يطردوني من بيتهم؟ أروح أتذلل عشان بنتك وهي الغلطانة؟ أنا عمري ما هروح. ماما ساعتها قالت له: يبقى أنا اللي هروح، أنا مش هقف أتفرج على بنتي وهي بتضيع مني، أنا هروح لهم أترجاهم يسامحوها حتى لو هبوس إيديهم ورجليهم. وفعلا ماما مشيت وسابت بابا واقف معايا في الأوضة. أنا كل ده حصل قدامي وأنا شبه صاحية، ما كنتش فايقة قوي، لكن كنت سامعة وشايفة كل حاجة. كنت من جوايا بتقطع وأنا بتخيل أمي وهي رايحة بتتذلل لهم بسببي علشان يسامحوني. سمعت دق على الباب ولقيته بيفتح وكلهم داخلين مع ماما. كنت فرحانة قوي أول ما شفتهم، منى وأحمد ومحمد وولادي، حتى حماتي كانت معاهم. ما كنتش مصدقة عينيا اللي أنا شايفاه ده حقيقي ولا بيتهيألي. وقبل ما انطق بأي كلمة لقيت منى بتقرب مني وبتقولي: الحمد لله على سلامتك يا نورة. بصيت لها وبصيت لهم ودموعي مغرقة وشي، وقلت لهم: سامحوني، أنا عارفة إني غلطت في حقكم، لكن ندمت وعرفت غلطتي. الأيام اللي عشتها بعيد عن ولادي كنت بموت فيها كل يوم 1000 مرة، سامحوني أرجوكم. منى طبطبت على إيدي وقالت لي: خلاص إحنا سامحناكي، والدليل على كده إن إحنا كلنا واقفين جنبك هنا دلوقتي. فضلت أقول بصوت عالي: شكرا يا رب، شكرا يا رب إنك خليتهم يسامحوني. وفي اللحظة دي فقت على شكة في دراعي، لقيت الممرضة بتديني حقنة، ولقيت ماما قاعدة جنبي على الكرسي. سألتها بلهفة: ايه ده؟ هم راحوا فين؟ مش كانوا واقفين هنا دلوقتي؟ ماما ردت عليا: مين يا بنتي اللي كانوا واقفين؟ قلت لها: منى وأحمد وولادي كانوا واقفين دلوقتي، أنا شفتهم، أنا متأكدة أنهم كانوا واقفين ومنى كانت بتكلمني. ماما ساعتها دموعها نزلت وقالت لي: مرضيش يسامحوك يا نورة، أنا حكيت لكم حكايتي علشان تاخدوها عظة ومحدش يكرر غلطتي. اللي جواه حقد وغل ناحية أي حد يحاول بقدر الإمكان إنه يبعد عن طريق الشيطان وما يسمعش لأي وسوسة يقولها له. ادعولي ربنا يسامحني ويخليهم هما كمان يسامحوني. يا ترى هيسامحوني في يوم ولا لأ؟ وبكده خلصت الحكاية. لو عجبتكم ياريت تدعموني بلايك وكومنت جميل يديني دفعة إني أستمر في الكتابة. وياريت اللي بيسمعني لأول مرة ولسه مشتركش في القناة مستني إيه؟ يلا اشترك وفعل الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد من حكاياتي، واستنوني في حكاية جديدة من حكاياتي. أشوفكم على خير، مع السلامة.